السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. لو أول مرة تشوفي قناتي أعرفك بنفسي، أنا صافي من قناة ملكة في بيتك. النهاردة الفيديو بتاعنا سهل وبسيط جدا، أبسط من البساطة. هنعمل كشري بعدس أصفر بطريقة جميلة جدا. طبعا هو مفيهوش أي حاجة، سهل جدا وبسيط قوي، بس أكلة جميلة جدا. تعالوا بقى نروح على الفيديو على طول ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنروح كده على البوتاجاز على طول. معايا كده حلة وهضيف فيها معلقتين كبار من الزيت، وهكون غاسلة الرز والعدس. هعمل نص كيلو رز عليهم ربع كيلو عدس أصفر. بذكرك دايما انك تذكري الله وصلي على رسول الله. هنا الزيت قدح معايا بسيط قوي، يعني بتخليه سخن بس مش قوي. وهتنزلي بالرز والعدس على بعض. طبعا بيكونوا مغسولين وتكوني مصفياهم كويس جدا. انا بسيبهم في المصفى بتاعتهم لحد ما ينشف، وبعد كده بنزل عليه على الزيت وهشوح بقى فيه كده شوية مع بعض. وهنزل عليه بشوية من الملح وشوية من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون. الكمون أساسي في الوصفة عشان بيخلي ريحته وطعمه جميل جدا. وهبتدي بقى أقلب فيه شوية كده، أشوحهم مع بعض، بيدي ريحة وطعم جميل قوي. وهبتدي بقى أنزل بشوية من المية لحد يدوق. بصي نفس تسوية الرز بالظبط. حاولي خلي بالك ما تكتريش المية عشان ما يعجنش منك. وهياخد بقى غلوتين كده، وهبتدي أوطي عليه أول ما تشرب بالشكل ده. وفي الوقت ده بقى كنت عملت طبقين كده حلوين من السلطة، وكنت سلقت بيض، وكمان عملت تقلية. تقولي تقلية مع كشري عدس اصفر؟ بيبقى جميل جدا، جربيه. وسلطة كمان وبيض، وعملت كمان شوية كده من الصلصة بعملها زي اللي بتعمليها للكشري بالظبط، الكشري المصري بتاعنا. وبس كده، دي كانت وصفتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة. استودعكم الله والسلام عليكم.